أشكركم على تغطية هذا اللقاء الجهوي الذي جمعنا بقيادة الحركة على مستوى ولايات الوطن خاصة بجهة الغرب، وكان لقاء تلاحمي مع الشباب وتعريفي لحركتنا حركة الشباب الجزائري. والأهداف تاع الحركة باينة، هو جمع شمل شباب الجزائر حول هذا الوعاء السياسي الواعد لهم. احنا في مرحلة الهيكلة والتنظيم، والتي تليها مرحلة التكوين وتأطير الشباب من أجل مرافقتهم وتحسيسهم بالعمل السياسي في البلاد. وشكرا. رئيس، نشوف هذا اللقاء انه في ظل غياب الاحزاب عن الساحه السياسيه ثم درتوا هذا اللقاء الجهوي، ماذا يرجع؟ احنا مبدا الحزب نتاعنا هو العمل على مدار السنه. احنا عندنا مهمه وهي جمع شمل شباب الجزائر حول هذا الوعاء السياسي. لازم تكثيف اللقاءات وتكثيف مثل هذه اللقاءات من اجل التعريف بالحركه وتحسيس الشباب للنضال في النضال السياسي. هذا هو الهدف نتاعنا، هو جمع شمل شباب الجزائر حول هذا الوعاء السياسي. من اجل ذلك قياده الحركه تعمل ليل نهار وجاهده من اجل الوصول الى هذا الهدف. وإن شاء الله من هذا المنبر أطلب ولا أوجه نداء إلى شباب الجزائر الالتفاف حول حركتهم، حركة الشباب الجزائري، فهو وعاء سياسي الأمثل لهم. هذا هو النداء نتاعي، وحنا كقيادة رحنا نرافقوهم، نكونوهم ونعطيوهم فرصة للتعبير عما في بداخلهم. وشكرا. رئيس، شفناك فرحان اليوم بهذا اللقاء، الى ماذا يرجع اليه؟ طبعا كي تشوف كانت مجرد فكره، تاسيس حزب سياسي للشباب كانت مجرد فكره، وتشوف اليوم الحزب على مستوى 47 ولايه و13 دوله، واليوم تشوف منسقين ولائيين من نعامه، من عين دفله، من غيليزان، من معسكر، من سعيده، من عين تموشنت، من وهران، حضروا اللقاء هذايا وكأنه العائله كبرت. ونقولوا احنا ما اسسناش حزب سياسي، اسسنا عائله وطنيه اللي يكون تلاحم بين كل اعضائها وقياديها. والحمد لله اليوم جيت سعيد بهذا اللقاء، تحس باللي انجزت انجاز. هذا هو الاهم بالنسبه للقياده تاع الحزب، على راسهم رئيس الحزب المتمثل